عدد قليل من المعلقين متواجدين فين؟ في القناه. لان الناس بتتابع، يعني يمكن المعلق المصري بينقصه شويه الثقافه، متابعه الاخبار باستمرار اول باول، بالتالي عشان يلاقي كلام يقوله. بس يا كابتن احنا كان عندنا معلقين رياضيين سابقين، كانت الدول العربيه كلها بتتعلم منهم، كانوا اصحاب افيهات جميله. واكيد طبعا كابتن لطيف وكابتن حماده امام وكابتن محمود بكر طبعا، وكابتن ميمي الشربيني ربنا يشفيه ويعافيه. انا دول معلقين كبار وهم اللي علمونا. انا ما اتكلمتش، انا بتكلم على ان التعليق في مصر حاليا اما انك انت تكون يا اهلاوي يا زملكاوي، هو ده اللي ماشي. لكن خالد افهم من كلامك ان ممكن الاستوديو التحليل يوجه المعلق الرياضي للانحياز لفريق عن فريق اخر، ولا ده ما بيتمش؟ لا ما بيتمش. انا افتكر اول مباراه يمكن انت حطيتها النهارده، كانت اول مباراه ليا في الدوري المصري، الاسماعيلي ونادي الزمالك. تخيل يعني، يمكن انا كنت الزمالك اتغلب في الماتش ده، فكنت متعاطف شويه مع نادي الزمالك لانه كان لسه يعني محتاج حد يدعمه. تفتكر الموسم يا كابتن كانت موسم كام؟ كان موسم 2018 2019 2019. كان اول، يعني الزمالك كان محتاج حد يتعاطف معاه يدعمه، فبالتالي الاسماعيلي كان فايق الاسماعيلي يعني وحقق الفوز ساعتها، فبالتالي تعاطفت شويه مع نادي الزمالك، كان محتاج دعم، كان محتاج يعني حد يسنده. فبالتالي المدير جه قال لي يا كابتن خالد انت كنت زملكاوي شويه، قلت له لا انت تسال. انا كان بيطالب حضرتك بالحياديه بغض النظر عن ظروف الفريق. انا مش زملكاوي، انا بقول له انا حسب رتم الماتش، ما ينفعش نادي زي الزمالك او زي النادي الاهلي او زي نادي الاسماعيلي توقعه، لازم تدعمه، وهو ده اللي ينقص المعلق المصري. اخد من اجابه حضرتك ان دور المعلق الرياضي مش وصف المباراه فقط، ولكن ممكن يكون له دور اكبر من ان هو يوصف مباراه تفصيليه للمشاهد. أيوة يعني مثلا يزيب المشاحنات ما بين الجماهير، يقلل من التعصب الرياضي، يقدم بعض الروشتات في الرياضه وهو بيعلق، لان انا بشوف الصوره بس بسمع المعلق. فانا شايف ان المعلق الرياضي هو دور مش وصف مباراه فقط، وله ادوار ثانيه. طبعا ليه ادوار ثانيه. هو كمهنيه انا بهتم بوصف المباراه، ولكن اذا الناديين اللي قدامي ناديين كبار، في واحد يعني ظروفه ما تسمحش مثلا بانتداب لاعبين، عنده ظروف ماديه، عنده ظروف غيابات اصابات، لازم المعلق هنا مش بس يصف المباراه وما يدور قبل المباراه من اصابات، من غيابات، من حتى يبين للمشاهد ان ده الفريق ده بيعاني من ظروف، والفريق ده مثلا ظروفه افضل، وبالتالي اذا ده حقق الفوز لازم ما ننساش تاريخ الفريق. لكن اللي حاصل دلوقتي تلاقي معظم الزملاء المعلقين يعني اللي بوجه لهم تحيه، وكلهم يعني في مستوى طيب، ولكن انا كنت اتمنى ان يكون في حياد. انا كنت بقول لك لما كنت في كابتن حضرتك بتقول كنت بتمنى يبقى في حياد، هو في معلقين رياضيين حاليا في الدوري المصري بيبان انتمام للفريق وما بيعلموا. هو ده اللي ناجح، هو ده اللي ماشي، هو ده اللي ماشي حاليا. انا اعلق انتمي لفلان لنادي كذا سواء اهلي او زمالك، هو ده بتاخد شعبيه او تاخد جماهيريه تدعمك.